إذن نتابع مشاهدينا الآن مقاطع جديدة من الحوار الصريح والشامل الذي أجراه الإعلامي العراقي عامر إبراهيم كبير مراسلي الشرقية مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من مقر إقامته في الحنانة في النجف. ناديك كلها معطلة، يعني برلمان ماكو، يعني من دخلنا إلى مقر برلمان مو إلى برلمان حقيقي. بس هذا العمل يعني عمل ثوري يعتبر. ثوري؟ بالجديد خوش صفها. يعني هذا يلغي كل نتائج الانتخابات، يأسس لواقع جديد، واقع ثوري. هسه الانتخابات اذا انت فاصل لها فصل انا ماكو حتى احكي لك، الانتخابات ايضا كلها فلوس. طيب بس يعني سمحتكم هذا الكلام يعتبر شيء خطير لما انت حضرتك تقول لي دخول الانتخابات يعني تهديد وترغيب بس بيد سلطة محددة. والانتخابات قادمة لا شلون؟ ولعلمك حتى جزء فدسني ثلاثة من التيار هم يسوون تهديد وتهيب وديتهم بالانتخابات، حتى بعد لا يعيدوها. الانتخابات يجب ان تكون حرة ونزيهة، واي واحد يتدخل بعمل المفوضية اذا كانت مستقلة هذا غير وطني وخائن للوطن. وكيف تكون مستقلة المفوضية؟ بعد هذا يحتاج نشتغل ان شاء الله بالمستقبل. طيب الجماهير لما دخلت للبرلمان كان هناك توجيه يعني لهم بالذهاب الى ساحه الاحتفالات. من دخلوا قلنا هم اذهبوا الى ساحه الاحتفالات. ساحه الاحتفالات حدث شيء يعني يعتبر بالنسبه للمتابعين قد يكون مفاجئ او لا، لما صارت هتافات يعني ايران برا على الصدر الرباني حافظها. اي يعني هتافات كانت مفاجئه للتيار الصدري، لكن الغريب انه التيار الصدري اعرب عن اعتذاره وعلى اسفه لهذه، بس هي هتافات. لا هي مو قضيه اعتذار، هي مو قضيه اعتذار او عدم اعتذار. احنا سابقا قلنا اي سفاره في العراق يجب ان تكون بمأمن من الثوار، انتهت نقطه راس سطر. فاي واحد سواء باللسان او بالايد او باقل من ذلك او باكثر من ذلك فهو خارج عن ما كتب له. خلاص. يعني هذا ما كان مؤشر لعلاقات متوترة مع إيران؟ لا هي علاقتي بصراحة يعني اي هو اجاوبك بصراحة، علاقتي بإيران دائما شوية متزلزلة لأنه أنا شوي مشاغب. ما يأخذون مني نتيجة نهائية. أنا أقول لك هاي ما تحيد عن يعني عن لا جيران وشراكة حالهم حال السعودية وتركيا والأردن وكذا ما لم يتدخلوا سلبا، سواء إيران أو تركيا أو السعودية وكل الدول لها تدخلات سلبية أنا أرفضها رفضا قاطعا. أنت تعتقد هم يتدخلون ولكن إيجابا؟ من؟ الإيرانيون؟ إيجابية بالنسبة لهم. لا أنت لا تقول أنا ما أعترض، أنا أعترض فقط على التدخل. أقول أنه جميع الدول المجاورة والغير المحتلة صداقة وشراكة ما داموا لا يتدخلون في الوضع العراقي بالسلب. ارسال الارهابيين، ارسال الكذا، ارسال الميليشياويين اللي ازيد من اللزوم حقدهم الطائفي. هسه الحشد الشعبي 3/4 مو ميليشيا ويدافع عن الشعب العراقي بها باب جواب، بس بي مندسين وبي من يريد تشويه سمعتهم. نعم. طيب يعني هاي الهتافات بتعبر عن واقع حال موقف التيار الصدري. شوف هيك ما دام ردة فعل شعبية تصير بها اخطاء وتصير بها امور زينة. اذا هي خطأ؟ كما كتب لهم هي خطأ، لأنه قلنا لهم أي سفارة من السفارات الموجودة في العراق لا يجب التعدي عليها. وأنا لحد الآن أتعهد إذا أكو مظاهرات بعد بالمستقبل ما توصل يم أي سفارة من السفارات، وإن كان هي السفارة الأمريكية تحارشت بينا بالخيمة الخضراء. شوية راح نتحارش بها بالمستقبل. قامت طيارة أمريكية تفترح فوق الخيمة، فان شاء الله نتحارش بها بالمستقبل مو هسه بالمستقبل الله كريم. طيب في بيان اخير لحضرتك ذكرت به احتمال او تلميح لانضمامكم الى جبهه النواب اللي كانوا معتصمين يسموهم جبهه الاصلاح. فاريد اعرف وين نيتك يعني بالمرحله القادمه البرلمانيه. صحيح. بما انه مشروع الوزاري او الاصلاح الوزاري تعرقل
ولعله المعرقل هي الرئاسات الثلاثة، والله العالم. فقد نتحول من الإصلاح الوزاري إلى الإصلاح حتى الرئاسي إنجاز التعبير. رئاسات ثلاث. بس الرئاسات الثلاثة أو الاثنين هذا به كلام ونقاش، بس بما أنه ما صار الأقل راح نزيد مطالبنا. لكن المشكلة الكبرى هي أنهم من ضمن المعتصمين فاسدين، وإذا وصل الأمر إليهم تدري بعد الدكتاتور من يشوف والجائع من يشوف الدجاجة راح ياكلها 100%، ومن يشوف العراق قطعة كيك رأسا ياكلها. فعليه، هو هذا اللي أريد أقوله، أنه انسحابي من المعتصمين، إنما ما ردت أطلع العراق من بحبوحة الفاسدين إلى بحبوحة المالكي اللي هو بعد أشد وأعتى. فعليه سحبت نفسي إلى أن نشوف الوضع إذا كان حقيقي للإصلاح ولا يريد وصول إلى ولاية ثالثة ورابعة وخامسة وهكذا إلى ما لا نهاية. بيه بابو جواب، إذا لا نشتغل إحنا وحدنا بطريقنا. شلون تتأكد من هالشيء؟ إذا الخطوات هي راح تتم، يعني قصدي أنتم عددكم متم بليانة متم بليانة متم، فما يقدرون يسوون شيء، ما راح يرجعون الولاية الثالثة بليانة. فإذا شكمناهم وصار أكيد عدم ولاية ثالثة، ذاك الوقت واحد متخذ. أنتم وياهم الآن في حلف مؤقت. ويا منو؟ يعني ناويين اللي من ضمنهم هذول الفئة اللي انتم ما تثقون، بس هذا الشخص اعجله، اللي ما تثقون بس هذا الشخص اعجله، ما ضروريين حتى تكملون، ضروريين بس كون بدون شخص المالكي هاي بس. يعني ما تعتقد النواب يمثلوه؟ اذا يمثلوه، اذا ما تعامل وياه. وشلون تعرف يعني هم؟ هذا شغله انا اعرف، شغله انا اعرف. طيب وين ماضين؟ يعني هذه جبهة انت حضرتك تقول وين ماضين؟ ماضين الى الاصلاح باي طريقه وكانت، لكنها سلميه. طريقه الاصلاح الوزاري، الاصلاح الرئاسي، الاصلاح القضاء، اصلاح المفوضيه مال الانتخابات، اصلاح الوضع والنظام الدستوري. يعني الخطوه الاولى انه تكونون هاي الكتله الكبيره اللي قادره على تغيير رئاسات، بشرط ان تكون عابره للمحاصصه، غير طائفيه. اي كتله طائفيه انا ما اتدخل. وشوف انا من هنا اعلنها قبل ما يجي الفاصل، انه انا ما اتدخل بعد بالسياسه نهائيا. انا راعي للاصلاح، سواء اكو كتله احرار باكو كتله احرار، اكو تيار باكو تيار، انا مالي دخل بعد ابدا بالسياسه نهائيا. لا اريد لا وزيرا ولا رئاسه ولا اي شيء اخر نهائيا. ما تدعمهم يعني النواب؟ ادعم بصوره عمليه، اذا كان بصوره يعني مو انا داخل فيها، اذا كانت هناك كتله عابره للمحاصصه فقط. وشو الخطوات اللي سألتك عليها؟ يعني هناك تصعيد بالتظاهر؟ اكو تصعيد بالتظاهر هسه تشوف عما قريب. يعني الجمعه القادمه؟ مو بس الجمعه القادمه، بعد الزمن طويل راح يصير هناك تهديد بدخول الخضراء؟ هسه الخضراء صارت هينه بعد. بعد وين؟ بعد اكو اشياء اكبر واكثر واهم بالجديد تشوفها ان شاء الله. بس هذا ما يثير القلق عند الناس يعني؟ سلميا شعب يريد يعبر عن رايه. بس دخول البرلمان ايضا سلمي. غير العراق ديمقراطي لو دكتاتوري. ديمقراطي اذا يكفر راي الشعب. يعني بالاطر الديمقراطيه، الديمقراطيه حريه وديمقراطيه شعبيه، ثوره عراقيه كبرى. بس هناك من يقول انا اراهن ان الشعب العراقي سيزداد، المظاهرات ستكبر. هناك من يقول هاي التظاهرات ما تمثل كل العراق. صح. ولا اتباع التيار الصدر. لا هاي مو صحيح. بتمثل كل العراق، ماكو عراق كله يطلع، ماكو دوله كلها تطلع بالمظاهرات. لا يعني ما تمثل، يعني مثلا حتى الرضيع او راي. لا انا اشهد انه هذه التظاهرات مو صدريه فقط. اصلا غير الصدريين قبل ما كانوا يتظاهرون، شلون صارت صدريه بالله؟ اي بس نسبتهم يمكن والله مثلا 10% من بس هذا عددهم من يجيبون؟ مثلا راح يتداين من الاردن يجيبون مثلا، هو هذا عددهم. المهم الجود بالنفس حبيبي، ما راح اجيب ناس من الخارج. هذا انا 10 اتظاهر، انا مليون اتظاهر، انا 10 مليون اتظاهر، وانا اقول لك بعد الاحداث والتفجيرات اللي راح تصير راح الشعب العراقي شويه يصحى. بس انت خليت شوي نوع من التشويق بالموضوع لما تقول راح نشوف. يعني لما تكون بطريقه سلميه، ولما تقول يعني تظاهرات الخضراء هاي لا شيء، اقتحام الخضراء. ايه بعد صارت قديمه. يعني شو نسوي بعد الخضراء احنا؟ ايه اكو احتمال لتغيير السيد العبادي؟ والله هو مشكلته مضغوط عليه. مشكلته يعني يمكن نتعاطف انت وياه. ما اخفيها. ايه
كشخص إيه ما اخفيها، ما اقول لك لا، لان انت قلت لي صريح اقول لك صريح. بس اذا توانى لا ما اتعاطف وياه. يعني ليه بده يتصل بيك وياخذ رايك هسه؟ لا هو شو ياخذ رايي؟ واحد يجي ياخذ رايي ويسوي غير شكل، مو مشكله هاي، لا بس لانه مضغوط عليه. ما ليش قلت لك؟ لانه مضغوط عليه. يتوانى ايش تقصد به لما ياخذ راي المالكي؟ هذا راي المالكي، هذا مو تواني، هذا خيانه. خيانه. ايه لا احنا التواني يعني يقصر شويه، مثلا ياجل شويه كذا، يمطمط. اما ياخذ راي المالكي هذا بيع للعراق، وما صور هو ما قايد الضروره، بعد انتهى ما يتعاون وياه. ها من هالناحيه مأمن، يجوز شويه يطخ لي بعض الضغوطات مالته بس ما ياخذ رايه بالنتيجه. طيب بالحديث يعني عن العبادي وتغيير العبادي، فتره من الفترات هل فعلا رشحتم السيد جعفر الصدر لرئاسه الوزراء؟ بالانتخابات السابقه مو هذا. لا يعني لا لا ابدا، لا هو الرجال هو ما لحد الان هو بديل. هو الرجل الله يحفظه ما يقبل هيك شيء، لا ما يتدخل بامور السياسه، هو اعلى من ذلك اصلا. طيب لما صار اقتحام للبرلمان وبعدين صار اقتحام الى مجلس الوزراء، صار اشتباك يعني خفيف او ربما شويه اقوى مع تشكيلات مسلحه، مع الميليشيات او تنظيمات مسلحه اخرى. ما سمعت ايش ما صار؟ لا ما يعني هذا الاشتباك اللي صار في مجلس خافون من التيار ما يسووها. بس كان اكو حكومه لا ما لها ما تدبر السوالف لا. طيب اللي تبعها بعدين عمليات احراق لمكاتب حزب الدعوه ومهاجمه هو هذا اللي خلاني ااجل المظاهرات بشهر رمضان. شلون؟ اتصور دخل على الخط بعض الجهات اللي يشوهون سمعه الثوار، كما دخل خط سابقا رادوا يشوهون سمعه المقاومه العسكريه، وجمدت انا الجيش المهدي وجمدت المقاومه لفتره. انا اهم شيء بالمقاومه العسكريه السابقه وبالمقاومه السلميه للثوار سمعتهم، حافظوا على سمعتكم ايها الثوار، فسمعتكم اهم من نجاحكم اصلا. فلذلك هاي صارت الشوائب الصغيره، قطعت